عودة جديدة بفيلم جديد في سلسلة الأكشن والإثارة، وهي سلسلة أفلام جون ويك. بس المرة دي المين كاركتر بتاعتنا مش هو جون ويك، إنما هي إيف ماكارو. فيلم جديد من سلسلة أفلام جون ويك، وهو سبين اوف، وبتقع أحداث الفيلم ده ما بين الجزء الثالث اللي هو جون ويك شابتر 3 بارابلم، والجزء الرابع واللي هو جون ويك شابتر 4. قصة الفيلم ان انا دي ارماس، واللي بتلعب دور ايف ماكارو، ابوها بيتقتل قدام عينها من ترايب او قبيلة معينة هي وصغيرة، فبتخش منظمة الروسكا روما على امل انها تصبح قاتلة وتاخد حق ابوها. ومن خلال الفيلم ده بنعرف هي ازاي بتقدر توصل للقبيلة دي وايه اللي بيحصل بعد كده. خليني مرغيش كتير واقول لك الكاست بتاعنا في الفيلم ده مين معانا. اول حد انا دي ارماس، واللي بتلعب دور ايف ماكارو. تاني حد انجيليكا هيوستن، واللي بتلعب دور ذا دايركتور او رئيسة الروسكا روما. تالت حد معانا كيانو ريفز، واللي بيلعب دور جون ويك. رابع حد معانا وهو نورمان ريدس، واللي بيلعب دور دانيال باين. خامس حد معانا وهو لانس ريديك، واللي بيلعب دور شارون، واللي هو ريسبشنست في الكونتيننتال فرع نيويورك، وده برضو كان اخر دور الممثل يلعبه قبل ما يموت. وسادس حد معانا هي كاتالينا ساندينو، واللي بتلعب دور لينس. سابع حد واللي قبل الاخير هو ايان ماكشين، واللي بيلعب دور وينستون. وتامن حد معانا وهو جابرييل بيرن، اللي بيلعب دور ذا شانكلر او رئيس الترايب اللي قتلت ابو ايف ماكارو. الفيلم عندنا من اخراج لين وايزمان، واللي اخرج قبل كده جزئين من افلام اندر وورلد وجزء من افلام داي هارد وهو ليف فري اور داي هارد. خليني الاول ابدا معاك بالاخراج. اخراج الفيلم ده غير اخراج افلام جون ويك اللي فاتت، في كادرات كتير قوي مختلفه وتحركات بالكاميرا غير طبعا بقيه الاجزاء، وتحس انك في الفايت اكتر من افلام جون ويك، ودي حاجه ايجابيه بالنسبه للفيلم ده. ما عنديش بصراحه كلام كتير قوي اقوله عن الاخراج غير ان هو كان حلو جدا، واختيار الانجلز اللي يتاخد بيها الشوتات في لحظات معينه برضو كان ممتاز. خلينا ما نطولش كتير قوي في النقطه دي ونخش على النقطه اللي بعدها، وهي القصه زي ما لسه قايل لك من شويه، هي ان ايف ماكارو بتحاول تنتقم. بصراحه بالنسبه لي ان الفيلم كان متقسم شابترات، وكل شابتر كان ليه قصه، وكل قصه نهايتها بتأدي للقصه اللي بعدها، اللي بتربطنا في الاخر بالقصه الكبيره واللي هي ان ايف تنتقم. بالنسبه لي تقريبا كان كله على بعضه كده 4 شابترات. طبعا مش هينفع اقول ايه هي الشابترات دي عشان ما يبقاش فيها حرق، بس انا شايف بصراحه ان برضو في نقطه الكتابه ان في شخصيات كتير، او مش كتير بصراحه، شخصيه واحده ما خدتش حقها وهقولها وما تعتبرش حرق بصراحه، واللي هي شخصيه نورمان ريدس، واللي كان بيلعب دور دانيال باين. الشخصيه دي بصراحه المفروض ان هي الفيلن بتاع الفيلم، بس هو مش الفيلن، او هو الفيلن بطريقه او باخرى. يعني الشخصيه دي تقريبا ظهورها على الشاشه كله ما كملش 10 دقايق، والمره دي بجد حرفيا، ولو اتفرجت على الفيلم ده هتفهم انا اقصد ايه. بس في نفس الوقت ال10 دقايق دول كانوا كافيين ان هم يكملوا لنا بقيه الشابتر عشان نخش في الشابتر اللي بعده ونفهم بقيه القصه. وبالنسبه للشخص اللي داخل متحمس عشان ده فيلم من عالم جون ويك، فاكيد جون ويك هيطلع. فعلا جون ويك طلع بس في كاميو مطول حبه مدته تقريبا 10 دقايق، بيطلع في مشهد في الاول خالص وفي الاخر خالص. طبعا مش هقول لك اللي بيحصل في المشاهد دي، فانت تتفرج على الفيلم عشان تعرف. نخش بقى على اهم نقطه في عالم افلام جون ويك، وهي الاكشن هنا مختلف جدا عن بقيه الاكشن اللي في افلام جون ويك. مش مطلع لك الشخصيه اوفر باورد، برضه عاطي احترام لجون ويك ان هو البابا ياجا او ذا بوجي مان، ومخلي الشخصيه فعلا بتاخد على وشها في اكتر من لقطه، وتكون خلاص قربت تجيب اخرها برضه في اكتر من مشهد. بس برضه مازال هي تبع روسكا روما، برضه نفس المنظمه اللي طلع منها اصلا جون ويك. الاحداث دي كلها بتحصل بعد ما هي بدات تبقى اساسا تقريبا بشهرين 3، فلسه ما عندهاش خبره، فطبيعي ان هي تاخد على عينها كتير. من ناحيه تاخد على عينها، فهي اخدت على عينها كتير قوي في الفيلم ده. وبصراحه في كام سين كانوا جامدين مثلا، واسلحه جديده بنشوفها من ناحيه بقى الاسلحه، اذا كانت بقى رشاشات مسدسات والحاجات دي، او الاسلحه الجديده اللي ما ظهرتش في اجزاء قبل كده. مش هقول لك بس سكاكين والفوس والحاجات دي عشان ظهرت برضه في جون ويك، انما اللي مثلا في اللي هو اللي بيرش نار ده، الفليم ثرور ده كان موجود في الفيلم ده، وفي فايت حصل بيه في الاخر تقريبا في التريلر. مدفع ميه قصاد النار،
المشهد ده في السينما جامد جدا. بس هل بقى هيبقى فيه سيكوال اصلا للفيلم ده؟ على حسب هيلاقوا افكار ولا لا. وبرضه انا كان عندي اعتقاد في الاول ان ايه، ما ينفعش افلام جون ويك، يعني بالنسبه لي افلام جون ويك كان حلو قوي لو وقفت عند الرابع، تكمل بعد كده مش عارفوا يكملوا. بس بعد الفيلم ده انا اقول ان هم لا، لسه يقدروا يكملوا كمان حبه حلوين من غير جون ويك خالص. والحوار برضه في الفيلم ده اكتر بكتير قوي تقريبا من افلام جون ويك، في كلام كتير قوي وكلام بيوضح لك القصه اكتر لو انت في يعني جزء مسقطه. فلا هنا الحوار برضو احسن مثلا من اول جزء في جون ويك. اداء انا دي ارماس كان اداء كويس جدا، وبرضو هي دلوقتي تعتبر طلعت من السيركل بتاعه الممثلات اللي طلعوا لمجرد، انت فاهمني، منهم مثلا ميكي ماديسون بتاعت فيلم انورا، ومنهم سيدني سويني. فكده في شله ممثلات كده انت عارفهم لسبب معين. فهي طلعت بره الدايره دي يمكن مثلا من بعد الكاميو بتاعها اللي كان في فيلم جيمس بوند الاخير اللي هو تقريبا كان اسمه نو تايم تو داي. انا مش متفرجين افلام جيمس بوند خالص اصلا، فلا ادائها بالنسبه للاكشن فهو اداء جامد. وللمعلومه برضو ان مفيش ستانتس في افلام جون ويك، انت بتتدرب تدريب بدني وتدريب قتالي، وانت اللي بتعمل كل المشاهد بنفسك، مفيش استنطات. ده بالنسبه لي تقريبا واحد من احسن الافلام في جانرا الومن اكشن. وبصراحه انا مش لاقي اي سلبيات اقولها دلوقتي، يمكن مثلا عشان لسه متفرج على الفيلم النهارده وبعمل المراجعه بتاعته النهارده، فانا مفيش اي سلبيات في دماغي عشان اطلع من الفيلم ده مبسوط جدا بصراحه، عكس فيلم ميشن امبوسيبل. بس وقبل ما اقول لك تقييمي هرتب لك ترتيب زمني لعالم جون ويك واللي لسه هيبقى فيه قدام اعمال تانية هتضاف لي. لو عايز تمشي بترتيب الاحداث فالمفروض تتفرج الاول على مسلسل ذا كونتيننتال، نزل في 2023 تقريبا، وده بريكوال لاحداث افلام جون ويك كلها، وبيتكلم عن الكونتيننتال وعن شخصيه وينستون. بعد كده جون ويك شابتر 2، جون ويك شابتر 3 بارابلم، بعد كده باليرينا فروم ذا وورلد اوف جون ويك، وفي الاخر جون ويك شابتر 4. والمفروض بعد كده تقريبا يا اما الانيميتد سيريز اللي هتنزل او الانمي اللي نازل، يا اما هيبقى جون ويك شابتر 5. لسه بصراحه مش عارف. وتقييمي للفيلم ده 8.5/10. ما تنساش لو عجب الفيديو تعمل لي لايك شير سبسكرايب. هي السوشيال ميديا بتاعتي تظهر لك على الشاشه دلوقتي، اعمل لي فولو، اللينك تحت في الديسكربشن. والفيديو ده متقسم شابترات، لو عايز تتفرج مثلا على مراجعه بس، قصه الفيلم بس، التقييم بس حتى، فكل ده ظاهر قدامك. وبس كده، سلام.